هاتهم لي. أوه لأ، مستحيل. معقول ده مخي؟ سيف! أنا عطست مخي طلع بره، هو أنا كده هموت؟ مش ممكن تعطس حاجة مش موجودة أصلا. ده بس ده مخاطك. مخاط؟ يعني أنا مش هموت؟ ده صحيح يا كودي، هضطر أتحملك شوية وقت كمان. بانكيك. هاي شيل إيدك يا صاحبي، على الأقل امسح المخاط الأول. ها؟ لسه نفس مورتمر القديم ها؟ لكن ده أكيد حاجة جديدة. هاي، مش ده الفاس الماسي المرقل اللي أنت عملته؟ ها؟ طيب بس خليك هادي وتعالى هنا. بالطريقة دي. ده مسعر الفاس بتاعي، امسكه يا كودي. اقف مكانك يا صغير. طيب أنت هتيجي معايا. صح. ارجع هنا. بجد؟ يا أنا همسكك بأي طريقة. دي نهايتك، مفيش مكان تروح له تاني. ايه؟ ايه ده بقى؟ انا مش مصدق ايه اللي حصل دلوقتي. بس أنا ما صدقت بردتها. يلا بينا، مستحيل يكون بعد. الفاس ده على فكرة حاجة أثرية من العيلة، لازم أرجعه مهما كلفني. مش أنت لسه مشتريه من أسبوع في التخفيضات؟ وإيه يعني اشتريته؟ يعني بقى أثر عائلي دلوقتي. واو، إيه الشيء المدهش ده؟ هي سيف، عمرك شفت حاجة زي دي؟ لا، وبجد أنا مش حابب اللي شايفه هنا. هي أهو هناك ورا بسرعة. يلا يا سيف، ايه لازمة الأثر العائلي ده أصلا؟ وبصراحة ايه يعني هو الأثر العائلي؟ أنا ما عنديش أي فكرة، بس ده ما يغيرش أي حاجة. فشلت تاني. سيف، أنا مش عاجباني الفكرة دي خلاص. يلا نشوف طريقة تانية ندخل بيها. جوه. كودي امسك في أي حاجة وامسك كويس. أهو خلاص. طيب يا كودي خلي بالك وانت ماشي. ليه؟ ايه أسوأ حاجة ممكن تحصل؟ ايه؟ ايه اللي حصل لي ده؟ اكسير التكتل. اهو هناك. يلا نمسكه. ابعد عن طريقنا.
امسكوه. امسكوه. استنى، مش ده نفس البلوك اللي عدينا عليه قبل كده؟ لحظة، احنا كنا هنا من شوية. ها؟ آه. ايه اللي بيحصل هنا؟ ازاي ده حقيقي؟ كودي خلي بالك. يلا بسرعة خليك ورايا. ده مش مجرد كهف عادي. دي متاهة. واضح اننا اتحبسنا. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ احنا هنعمل اللي مش متوقعينه مننا. احنا هنستخدم التنكر. قرب او كده. ما تقولش اكتر من كده يا صاحبي. ايه اللي مغطي جسمك ده؟ ايه؟ ده طين. امال ليه ريحته شبه انت عارف. ده مجرد طين، اوكي؟ انا مش عايزه اتكلم في الموضوع. الشيء ده مجرد طين ريحته وحشه جدا. طيب بس حاول تخليك بعيد عني دلوقتي. لقيتك. مفيش مكان يجري له. انا هجيبه دلوقتي. استنى لحظة واحدة، بص. ها؟ ده مش بيحاول حتى يجري. في حاجة غلط هنا. ما تقلقش. ايه ممكن يحصل اكتر من كده؟ طيب تعالى هنا يا شقية. ها؟ انت مركز قوي. انت جاي منين؟ ارجوكم فات الاوان على القلق دلوقتي. اكيد في سوء تفاهم. احنا بس برافو عليك. تقدر تمشي دلوقتي. طيب احنا كمان ممكن نمشي. ايوه احنا اسفين قوي. بس لازم نخلص شوية اجري يا كودي. هحتاجكم هنا شوية. فاكرين نفسكم رايحين فين؟ أنا لسه عايزكم. خلي بالك يا كودي، الأرض بتنهار. هناك كده. مسكتك. ما تقلقش، أنا دايما موجود جنبك. ما تقلقش خالص، أنا دايما موجود جنبك. ها؟ ها؟
طيب شكرا على المساعدة يا شقي. ايوه. واو، بص الزومبي جاب لنا ايه. يا ربي احنا تهنا. بجد شكرا يا كابتن بديهي. الشعلة كانت هنا في حتة. اوبس. ده مورتيمر. لقيتها. وبعدين اعتقد اننا تهنا. اوه يا ربي، احنا هنموت. انا اسف جدا اني جبتك معايا. لا، انا اللي اسف ان اتصرفت بغباء وعلى تكسير سيفك ولما اتهم مورتمر. وبعد ساعة. طيب انت اللي كسرت سيفي. لا، انت قلت انك كسرته. قصدي ما تغيرش الموضوع. كنت عايز بس اقول قصدي انا ده كان صخور كتير. صخور. مالها الصخور؟ ابعد عنها. كده كفايه. محاولة حلوة. بعد ساعتين كمان. يا صاحبي أنا مش خبير، بس أعتقد إنك أنا محتاج جاهز. دكتور. دكتور؟ حد طلب دكتور؟ أنا طيب ماشي، ده هنا وده هناك. ازاي عملت كده في نفسك؟ محتاجين دي، ودي مكانها هنا. خلاص طيب لازم امشي، عندي شغل. باي باي. شكرا يا دكتور. اي توقيت مثالي، احنا على وشك الهبوط. كودي 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 اصحى. احنا قربنا نوصل. احنا قربنا نوصل. الاحسن نستعد. ابعد عن الحيطة والا هتخبط فيها تاني. ايه رأيك هنا؟ حاول بس ما تخبطش في اي حاجة. اعمل اللي اقدر عليه. ها؟ قلت لك تبعد عن الحيطة. هو الدكتور لسه هنا؟ هو الدكتور لسه هنا؟ ايه شكلك زي جديد، ولا فيك اي اصابة. هو ده كان ايه؟ كان كتاب. ده دراعك. شكرا. اوبس. شايف انت زي جديد. انا هجمع نفسي. يلا بسرعة يا صاحبي. انا بعمل اللي اقدر عليه. احنا فين؟ نعرف، لكن اعتقد اننا قدام مغامرة. هو احنا لازم شنطة. دي في السقف. غريب قوي. صندوق. كودي بلاش. ايه اللي ممكن يحصل يعني؟ انا كويس. خلاص كده ولا لسه في كمان؟ كودي انت ما تعبتش من اللي بيحصل لا ده؟ ما تعبتش، هو اللي تعب مني. استنى خليني بس اجيب حاجة دافع بيها عن نفسي عشان نخرج من هنا بأمان. في باب. استنى ما تفتحوش، خلينا بس. ايوه كده، هستخدم ده للدفاع عن نفسي. اقفل الباب. هو ده كان ايه؟ ما اعرفش. طيب احنا ليه خايفين؟ احنا اكتر منه. معك حق.
هفتحه تاني. سنارة صيد؟ بجد؟ بجد من كل بين الأسلحة اخترت سنارة صيد؟ دي سنارة الصيد دوارة. طالما كده بقى. هو راح فين؟ تحياتي يا غراب، أنا اسمي ووكي. ليه بتديني دي؟ دي بوريك بس سنارة الصيد بتاعتي. رائع جدا. دي مش سنارة صيد، دي سنارة دوارة. طيب يعني شعبك كان بيعيش هنا تحت الأرض لأكتر من 5000 سنة؟ أيوة، احنا بنحب المكان هنا. مفيش مطر ومفيش سياسيين. طب والسباكة؟ الصرف وحش قوي. هاي احنا في ميعاد. آسف. اقف عندك، اقف عندك، ما تتحركش. مسكتك، انت بتحلم. اقف عندك. يعني دي قرايبي بتروح على كده. انت بس استنى عليا. بالمناسبة، مش هتقعدوا معانا في مهرجاننا السنوي كضيوف شرف؟ مهرجان ايه؟ ده تقليد عندنا بقاله قرون، بيساعدنا نتخلص من مشاعرنا السلبية ونعيش في سلام وتناغم. باين عليه كويس وكل حاجة، بس احنا محتاجين نمشي يا بجد. راجل، دي مش مشكلة. بعد المهرجان تقدروا تاخدوا الأسانسير وتطلعوا من هنا. خليكوا بس، وصديقكم كمان هيكون هناك. صديقنا؟ طلعت بصعوبة. صدفة حلوة إني أشوفكوا هنا. مش المكان ده رائع؟ لا، أشوفكوا قريب. طيب هتيجوا؟ أعتقد ممكن نفضل شوية. واو، المكان ده رائع جدا. طيب المهرجان هيبقى عامل ازاي؟ هتشوفوا بنفسكوا. قائدنا هيقول خطاب عشان يبدأ الاحتفال. تحياتي. أخيراً جه اليوم اللي نتطهر فيه من كل السلبية عشان نقدر نقضي أيامنا في سلام وتناغم. باسم القوة اللي منحتهاني كل الأرواح، أعلن بداية مهرجان الشفاء بالقتال. قتال. أيوة، ده مقدس. اوه هو ده القتال. ده نوع خاص من القتال بنطلق فيه كل الطاقة السلبية اللي كنا كاتمينها جوانا على بعضنا، وبعدها بنعيش في سلام وتناغم. حاسس بالسعادة. أنا ابتديت أحس بيها، وقريب أنت كمان هتحس. قريب أهي جاية. مستعد؟ برضه اللي جابك هنا. لسه دلوقتي شايف صاحبك بدأ يدخل جوه المهرجان. يلا نخرج من هنا. لازم نخرج من هنا. اي احنا هنسيب المكان ده. هتيجي معانا؟ طبعا لا، لما يخلصوا هيكون عندي مرضى جداد كتير جدا.
يا هايل. أسوأ يوم في العالم. بجد؟ أنا حاسس إني كويس جدا. إيه اللي جرالي؟ اه ليه بقى ضلمة تاني؟ استنى هجيب الشعلة. كده أحسن. إيه؟ بس ما تبصش تحت. بلاش ما تخليش الطيارة الحر ده تنفجر في نص الرحلة. ده مش ممكن يكون بيحصل فعلا. يا رب يكون ده كله حقيقي. الكراسي دي فعلا مش مريحة. عندك زرار، دوس عليه عشان ترجع الظهر. الزرار الغلط. امسكوا يلا يا بيبي، تقدر تعدي ده. ايوه كده. هاي المحطة بتاعتكم يا شباب. جاهزين؟ ده اللي كلهم بيقولوه. اتمنى تكونوا استمتعتوا. استنى. دي نهاية التأسيس. اسحب الحلقة. دي الحلقة الغلط يا ساذج. أيوة. يلا قرب. لا يا طائر يا غبي، ساعدوني. سيف. الحمد لله أنا كنت قريب. باراشوت واحد مش هيقدر يشيلنا احنا الاثنين، لازم استخدم الباك اب. امسك كويس. فكرني مين الغبي اللي جهز الباراشوت بتاعك؟ طيب كان في سبب اكبر يا سيف. انت مش فاهم. ما كنتش فاكر ان احنا هنحتاج 2 باراشوت. ايوه انت ما فكرتش، عشان كده هنقع ونتكسر. ده كان هبوط نعم وغير متوقع. سيبوني بقى، حد يوقفني. ايه اللي عملته عشان استحق ده؟ اوch شو كتير. اعتقد اني مش هعرف امشي تاني. اوكي، على الاقل وصلنا. انا دلوقتي محتاج دش وتدليك. يلا ورينا الفندق بتاعنا. الفندق لازم يكون هنا بالظبط. قصدك ايه هنا بالظبط؟ قصدي الجزيرة كلها هي الفندق بتاعنا. فكر بس كده، أنا حجزت لنا 100 يوم للبقاء على جزيرة مهجورة. ليه فاكر إن التذاكر كانت رخيصة كده؟ مش ده رائع جدا؟ بص، دول كانوا هيرحبوا بينا. دي النهاية. طيب خلينا نتأكد بس إن أنا فاهم الموقف صح. يعني إحنا محبوسين في الجزيرة المهجورة ومفيش حد غير الطيار ده والكابوريا دي عنده أدنى فكرة إحنا أصلا فين. أنا كده فهمت صح؟ لا، يعني أنت فاهم صح. هايل، من دلوقتي ورايح كل واحد يعتمد على نفسه. ما تفكرش حتى تعدي ناحيتي. أساس مش معقول. بس استنى، مش كنا جايين عشان الأجازة؟ مش سامعك. طيب اعمل اللي انت عايزه، أنا هقعد استريح لوحدي. ايه؟ ايوه. مش معقول.
طيب ايه ده؟ كويس. ايه؟ مورتيمر، شكرا يا مورتيمر. ايه؟ ازاي وصل هنا؟ احنا ما جبناهوش معانا. وعمل العضلات دي كلها امتى؟ وكمان تاني. طيب انا فهمت. هبعد عنك. غبي. هاها، أخيراً جه وقت العشاء. إيه أنت يلي لما أمسكك أنا عايز آكل. ستيك بري. ما كنتش أعرف إنه بيجيش هنا. أكيد طعمه لذيذ أوي. واو، جاب معاه أصحابه كمان. طعمه فريد ومميز. ايه ده؟ مورتيمر، عندنا زومبيز. شغل انذار، يلا على المخبر. حاجة غريبة، ده كأنهم بيهربوا من حد. ستيك، إيه ده؟ استنى يا ستيك. رايح فين؟ أنا لسه عايش شوية كمان. سوشي. يعني كانوا بيهربوا من كودي؟ أنا لازم أتأكد. ها؟ كنت بكرههم بس دول محتاجين يناموا شوية. كنت صح؟ مشوق. ممكن أستغل ده فعلا. ها؟ هوتيل، بتتكتب هوتيل HOTEL. الزومبيز أغبياء أوي. كودي، سيف، أنا محتاج آخد شوية زومبيز علشان حاجة مهمة جدا. كودي، احنا بنبني فندق للزومبي هنا. هنفوت الميعاد النهائي. طيب انت ليه محتاج الزومبيز؟ طيب في شوية حاجات لسه ما خلصتهاش. ما تفتكرش إني نسيتك يا طائر. شكرا مورتمر، بس أنا مش جعان. كودي، انت فعلا غبي. ده مش ذنبي، كله بسبب الطير الغبي ده. انت
الطير الغبي الوحيد هنا. هاي شايفكم مبسوطين هنا، ها؟ اطلعوا الطيارة. فيو، ده رائع. أخيرا هنخرج من الجزيرة دي. ما تقلقوش، انتوا في جهة آمنة دلوقتي. هي